مخصوص للناس اللي عايزه تتعلم الاي اي، عايز تتعلم تعرف ازاي تسال الاي اي. تعالى اوريك ازاي. دلوقتي انا هطلع بالسكرين هنا فوق، هوريك ان انا طلعت سالته، مش سالته، انا كتبت ديسكريبشن عاديه خالص. الديسكريبشن عباره عن ديسكريبشن متلخبطه، فهو الاي اي هيعرف انا عايز ايه بالظبط وهيرتب الديسكريبشن ده. فانت بتقعد تصفي دماغك 15 مينت تشوف انت عايز ايه. انا واحد جاي لسه امريكا، عايز اعمل سي في اللي هو الريزوميه في مجال الاي تي، وبقول ان انا عايز بمجال الاي تي في الديبارتمنت دوت. فهقول له اعمل لي ريزوميه يكون ماتشنج مع امريكا. انا معايا ريزوميه ماتشنج مع مصر، ممكن لما ابعته الاتش ار ما ياخدهوش عشان مش مترتب زي ما هم عايزين. فهقول للاي اي اديني الترتيب الصح، اديني البيانات اللي احطها، حط البروفيشنال ديسكريبشن لكل شغله، واعمل كذا 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 زي ما انت شايف. فانا هقول له فوق بقى انا كاتب ايه: do for me a prompt engineering for asking another AI. انا مش عايزه يجاوب. do for me a prompt engineering for asking another AI which is ChatGPT. وراح جاي واخد البرومبت اللي هو هيعمله لي، اخده كوبي واحطه في شات جي بي تي. اتفرج على الانسر هيبقى عامل ازاي. ده لو اللي باني شات جي بي تي نفسه مش هيعرف يقول لك ويحكي لك 7 ساعات وياخد منك $1000 ويقول لك اشتغل على التمبلت ديت رايح جاي، مش هيعرف يطلع الانسر ده. اسال 2 اي اي، خلي 2 اي اي يسالوا بعض، طلع نفسك انت من الموضوع، خد احسن اجابات، تفايل انسرز. لازم تكون عندك خبره في اللي هيطلع لك، ما تمشيش فيه على طول. لازم تبقى عارف ان الاي اي عادي ان هو ممكن يقول لك حاجات غلط، فممكن يبقى التصحيح بتاعك بسيط، بس اكتر الانسر هيكون صح وهينفعك في حياتك. كده بقى يا ريس اقدر اقول لك مبروك عليك، اتعلمت اي اي في دقيقتين و55 ثانيه. مبروك عليك. هو مش هيخلص، بس احنا هنقفل الفيديو. بس اي حاجه انت عايزها اشتغل بالطريقه دي.